السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناتي اسمها شانيل. تمنى ان شاء الله القناه تاعي تنجل الاعجاب تاعكم وتستفادوا ان شاء الله. هذه القناه هي عباره عن مواضيع اجتماعيه يعني تقدوا يعني تفيدكم في حياتكم اليوميه. بالنسبه لموضوع اليوم راح نتحدث على النصائح، وهي 8 نصائح فعاله للمقبلات على الزواج. كما نعرفوا بعد ما تختاري شريك حياتك راكي ديجا عرفتي، تكوني عرفتي طبعا تاعه بعض الشيء ماشي كل شيء. بعد ما تختاري الزوج يعني شريك حياتك بعد الزواج عندك بعض واحد النقاط خاصك تعرفيها قبل ما تتزوجي، يعني قبل ما ديري العرس. لانه الزواج ماشي فقط زفاف ولا توجدي شهرة ولا توجدي ماكلة ولا توجدي عرس ولا يعمل شهر العسل. لهذه الايام راح تفوت بالخف. خاصك تكوني اول حاجه بالنسبه للنصيحه الفعاله اللي هي الاولى، خاصك الحاجه الاولى تكوني مستعده للزواج. يعني ماشي غير العرس دير العرس يقولك دير العرس وصاي. لا، راه كاين بعض النقاط خاصك اختي تعرفيهم. النصيحه الاولى خاصك كما قلت لكم تستعدي للزواج من الناحيه النفسيه، من الناحيه الجسديه، ومن الناحيه الذهنيه عفوا، باش تضمني النجاح ولا تحققي السعاده الزوجيه بينك وبين زوج تاعك. النقطة الثانية عدم الاستعجال في فهم الشريك، لأنه بعض الأحيان تكون هناك كما قلت لكم اختلاف، ويكون هناك يعني شريك حياتك يكون عنده يعني كما احنا نقولوا يكون عنده وجهة نظر في حاجة، وانت تكون عندك وجهة نظر في حاجة أخرى يعني مخالفة. لا، مع الوقت الكافي بينك وبين الزوج تاعك تقدري تفهميه ويفهمك، وما يكونش هناك بيناتكم مشاكل. يعني لازم ما تستعجليش في هذه النقطة، لأن الاستعجال في فهم الشريك هي عبارة عن نقطة سلبية وتأثر لكم على الحياة الزوجية بينك وبين الزوج نتاعك. يعني النقطة الثالثة التجنب المثالي. يعني ماشي ديري بلانينغ، انا ندير هادي ندير هادي ندير هادي ندير هادي ندير هادي. لا، يعني المراه كي تتزوج تبين روحها، زعما مثلا دير هذيك الحاجه ودير هذيك الحاجه ودير هذيك الحاجه، شغل تبين راسها في بزاف الصوالح. الا بينتي راسك في بزاف الصوالح، ماشي نقولك ما تتفنيني ولا ما ديري والو ولا ما ديريش حتى شي حاجه ولا ما تسقديش روحك ولا لا، خاصك تكوني على طبيعتك. يعني انتيا تديري هذه الحاجه كما العاده، انت ديري هذيك الحاجه كما العاده، ماشي تبيني راسك في شي صوالح ونهار اللي تعياي وتكرهي الطرف الاخر تبان له راكي ماشي مليحه، تبان له راكي فنيانه، تبان له راكي تبدلتي بزاف الصوالح. لهذا كي تكوني على طبيعتك، خاصك تكوني على طبيعتك، وحتى الزوج تاعك خاصه يكون على طبيعته، لانه التصنع ولا المثاليه شغل راح تاثر على حياتكم الزوجيه. كما قلت لكم الا كنتي ديري حاجه بزاف ويعني تبيني راسك بزاف الصوالح، من بعد كي تتعبي يعني تقولي عييت انا راني دائما نبين راسي في هاد الصوالح نبين راسي، كي تتعبي تبان لهم تغيرتي ولا تبان لهم ما راكيش على طبيعتك وما راكيش زعما كيما اللي كنتي. لهذا النصيحه الاولى ما تكونيش مثاليه في شي صوالح، خاصك ديري غير اللي عليك ولا اللي يعني اللي تقدي عليه في شتى المجالات. مش نحضر لكم على مجال واحد، في شتى المجالات ما خاصك تكوني مثاليه، يعني تكوني على طبيعتك، تكوني على طبيعتك. خاصك الحاجه اللي بعدها عدم رفع سقف التوقعات تجاه شريك الحياه، خاطر الا رفعتي سقف التوقعات راح تصرى صدمات ولا كما احنا نقولوا خيبه الامل في الحياه الزوجيه. من الافضل خاصك ما ترفعيش سقف التوقعات قدام الشريك تاعك، سواء كان راجل ولا مرأة، وتجنبي الشعور، يعني باش تتجنبي الشعور ب يعني بالخذلان، وتكون بيناتكم يعني علاقة يعني ماشي مليحة. هذه خاصك تتجنبيها. الحاجة الثانية إتقان القيام بالحقوق الزوجية. هذه نقطة مهمة. الإتقان القيام بالحقوق الزوجية خاص تكوني الحاجة الأولى. يعني الراجل يعني راه يخدم برا، راه يتعب برا، خاص يجيب يسب الماكلة واجدة، يعني البيت نظيف. الحاجة الأولى قبل ما يكون البيت نظيف ويكون الماكلة، خاصك تنظمي راسك وتنظفي راسك وتكوني واثقة. يعني انتي تقدي راسك يعني يعني ديري
تسقدي شعرك، تلبسي لبسه نقي ريحته شابه، بعد ما تكوني درتي الفطور ولا درتي العشاء، نقيتي دارك، تلبسي اللبسه يعني تكون شابه باش يعني تستقبلي بها الزوج تاعك. هذه حاجه المهمه، تكوني نقيه نظيفه، يكون البيت نظيف، تكون الرائحه تاع البيت معطره، يكون الماكله تكون واجده. هذه الحاجه الاولى. وكي تدخل الزوج تاعك ماشي تدخلي عليه بخاص هادي خاص هادي ولا وسمسره ولا ما سمسراش، هذه خاصك تستقبليه بالضحكه بالكلام الطيب. تقوليه واش يعني كلام طيب بينك وبين الزوج نتاعك، تقولي له هذا الكلام، وبعدها تحطي له تقولي واسم خاصك، تحطي له الحاجه اللي يبغاها وتقولي له كيش فوتت نهارك. يعني تكون بيناتكم حوارات بين الزوج نتاعك وبينك وبين الزوجه تاعك ولا بينك وبين شريك الحياه تاعك. هذه هي بين الحقوق الحق الاول، تكوني نقيه، لبسك ينقي، تكوني معدة راسك، البيت تاعك يكون نظيف يكون معطر، الكوزينه تكون نقيه، الفطور ولا العشاء ولا الحاجه اللي يعني اللي تكتب ربي تكون واجده. وكذلك الا يعني راكم عاده في فتره الزواج تكونوا عاده يعني ما جبتوش دراري، الا بالمطور كنتو جبتو دراري ما خاصك يدخل على الزقان تاع البز ولا المدابزه تاع البز ولا تقولي له ولدك واسم دار ولدك واسم ما دارش. هذه الحاجه الاولى باش الراجل ما ينفرش البيت تاعه وما ينفرش الزوجه تاعه. هذه نقطه مهمه، خاصك تعطي حقه كيما تعطي حق راسك، تعطي الحق للزوج نتاعك. اوتوماتيكمون الراجل كيشوفك منقيه دارك منقيه راسك، تستقبليه بالابتسامه ويكون كل شيء واجد، الماكله واجده، هذه اوتوماتيكمون يكون يعني يكون مليح معاك. وإلا شفتي راسك درتي كل شيء ودرتي يعني ضحيتي، لانه هذه نقطه مهمه، لازم تضحي من كلا الطرفين. خاص الراجل يضحي في بعض الاشياء اتجاه الزوجه تاعه، وخاص الزوجه تضحي في بعض الاشياء يعني قدام الزوجه نتاعها، قدام الزوج تاعها. من ناحيه هذا الامر راح ندير لكم فيديو ان شاء الله في الحلقات القادمه. النقطة المهمة الأخرى هي الحفاظ على الأسرار الحياة الزوجية. أي حاجة تدور بينك وبين الزوج نتاعك ما خاصهاش تخرج. إلى الراجل يعني ما خاص الراجل يخرجها وما خاص نتيا تخرجيها. الأسرار الحياة الزوجية نتاعكم تكون في داركم. ونقطة مهمة كذلك، إلى أسرى بيناتكم مشكل، لأنه يعني بينك وبين الزوجة فريوه بيناتكم، هذا المشكل فريوه بيناتكم وكملوه بيناتكم ورجلوا بيناتكم كيما حنا نقولوا. ما ترجوش للعائله نتاع الزوج تاعك ولا للعائله تاع الزوجه نتاعك، لانه راح يصرى مشاكل وراح يصرى خلافات، وتقد تكون خلافات كبيره اللي تؤدي الى ربما بعد الشر ولا يعني الى الطلاق. لهذا الاسرار بينك وبين زوجك خاص تكون بيناتكم، تفريوها بيناتكم، تكملوها بيناتكم، ما تدخلوش يعني الطرف الثاني، لانه الا وليتوا لبعضياتكم راح يعني العائلتين يكونوا متدابزين، ويعني يكون ماشي المهم. خاص تفريوها بيناتكم انت والزوج تاعك. خاص النقطه الثانيه، خاص ما تكونش مبالغه في الثقه بين الشريكين. المبالغه في الثقه بين الشريكين ما تكون، مش نقولك ما تثقش في راجلك ونقولك انت ما تثقش في راسك. المبالغه ما خاص تكون مبالغه. يقدر المبالغه في الثقه للطرف الاخر يعني توصل يعني ربما مش نقولك كامل الى خيبات الامل والصدمات. يعني لهذا نقول لكم المبالغه في الثقه، ويعني ما تكونش بيناتكم المبالغه في الثقه. ماشي كما قلت لكم نقول لكم تكون يعني ما تثقش في راجلك ولا هو ما يثقش فيك، ولكن المبالغه في الثقه لازم ما تكونش، لانه تقدر تحدث صدمات وخيبات امل وتؤدي الى يعني الاشياء لا يحمد عقبها. اما بالنسبه للتضحيه، اذا كان الراجل شفتيه يضحي حتى انت ضحي في بعض الاشياء، يعني لازم تضحي وهو يضحي، كلا الطرفين باش تكون هناك توازن. هذه هي نصائح اللي قدرت نقولها لكم. وكما قلت لكم بالنسبه للمقبلات على الزواج، الا كتبحدها ولا ما كانت مع الاهل الزوج تاعها، راه كاين فرق. الا كنتي بوحدك راه طريقه اللبس تاعك، طريقه الكلام، طريقه يعني تختلف بين اللي عايشه بوحدك والزوج تاعك. لانه الا كنتي عايشه
مع الاهل الزوج نتاعك راها باينه، اللي تحترمي في ناحيه اللبس نتاعك، يعني شي صوالح ما ديرهمش قدام الاهل تاع الزوج تاعك، ولا كنتي بوحدك ديريهم. هذه هي النقاط المهمه اللي نقدر نقولها لكم. الى اللقاء، الى فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع